السلام عليكم الخوت، نتمنى تكونوا بخير. في خبر جديد واللي كيخص الصفقات العسكريه المغربيه، فرا اكدت تقارير اجنبيه جديده على ان شركه ليوناردو الايطاليه تحركت باتجاه المغرب باش تحاول انها تخطف بعض الصفقات العسكريه. ولهذا الغرض فرا تواصلوا مسؤولين من شركه ليوناردو الايطاليه مع مسؤولين في القوات المسلحه الملكيه باش يقنعوهم بالتعاون حول برنامج جديد في مجال الطيران. والعرض الإيطالي فهو شمل طائرات تدريب متقدم زائد مروحيات ديال النقل. يعني الإيطاليين كيحاولوا أنهم يخطفوا الصفقات المغربية الحالية واللي تفاوضنا فيها مع أمريكا وزائد كوريا الجنوبية. ورا الإيطاليين عرضوا علينا طائرة التدريب المتقدم ديالهم من نوع M346 كبديل لطائرات ألفا جيت المغربية الحالية، واللي الأخبار السابقة قالت أن أقرب بديل لها هي الكوريا FA50. وبالتالي الإيطاليين كيحاولوا أنهم يدخلوا بعرض مغري أكثر، وتحديدا في الدقيقة الأخيرة من عقد الصفقات المغربية باش المغرب يقلب التوجه ديالو باتجاه طائرة التدريب المتقدم ديالهم. ورا الفرق ما بين الطائرتين أن الإيطالية مجهزة بجوج محركات زائد كدير مهام التدريب المتقدم وحتى مهام الهجوم الخفيف، ومسلحة بصواريخ قصيرة المدى زائد قنابل للقصف الأرضي. أما السرعة ديالها فهي أقل من سرعة الصوت، يعني أقصى سرعة كتوصل ل 900 كم في الساعة، وبالتالي كتصلح كطائرة تدريب متقدم مع كلفة ديال التشغيل اللي منخفضة. أما الطائرة الكورية FA50 فهي أقرب إلى طائرة مقاتلة خفيفة متعددة المهام واللي مجهزة بمحرك واحد واللي كيعطيها سرعة كتوصل ل 1500 كم في الساعة. زائد الحمولة ديال FA50 فهي كتوصل ل 4.5 طن ديال الصواريخ المتنوعة وتحديدا الذخيرة الأمريكية والقنابل، يعني حمولة اللي أكبر بزاف تقريبا ب3 ديال الأضعاف من الطائرة الإيطالية. وبالتالي الطائرة الكورية كتصلح لمهام التدريب المتقدم ديال الطيارين وحتى المهام القصف الأرضي والقتال الجوي. أما العرض الإيطالي الثاني فهو شمل مروحيات ديال النقل واللي عرضوه كبديل للصفقات المغربية الحالية، وخصوصا الصفقات اللي مع أمريكا واللي كتشمل مروحيات بلاك هوك زائد مروحيات شينوك. وحسب اعتقادي مستحيل الإيطاليين يربحوا صفقة المروحيات حيث المغرب سال مراحل التفاوض والطلب، يعني الملف سديناه وبالتالي راه باقي غير الإعلان الرسمي اللي باقي معطل. ورا إيطاليا كتحاول اليوم أنها تاخد فرصة ديالها في سوق السلاح المغربي، خصوصا ملي شافوا كيفاش أمريكا وإسرائيل وفرنسا خداو أغلب الصفقات واللي بطبيعة الحال خداوها عبر مشاركة تكنولوجيا وتصنيع مع المغرب. ومن جهة أخرى فالمغرب ما عطيش الفرصة للإيطاليين بسبب أنهم الدولة الوحيدة تقريبا في أوروبا واللي مازال ما دعماتش التحرك المغربي بخصوص الصحراء بشكل رسمي. يعني كنلقاو أن الدول الأوروبية دعموا المخطط المغربي بشكل صريح، بينما الإيطاليين ما باغينش يكعيو الدول العدو بهذا المعنى باش يبقاو مستافدين من النفط والغاز الجزائري اللي كياخدوه بسعر اللي رخيص بزاف. وبالتالي وإذا رجعنا للطائرة الإيطالية M346 فغادي نلقاو أنها مزيانة ومنخفضة التكلفة وغادي دير لنا غير مهام التدريب المتقدم ديال الطيارين، زائد كيف قلنا تقديم الدعم الخفيف في عمليات القصف الأرضي. يعني المهام ديالها ما غاديش تكون أكثر من هذا الشيء، أي أنها في حال مهام الألفا جيت اللي عندنا حاليا، عكس مثلا الطائرة الكورية FA50 واللي كتعتبر كمقاتلة خفيفة، يعني غادي نقدروا نديروا بها كاع المهام القتالية في الحروب. وراها الطائرة مجهزة برادار إيسا جد متطور زائد كتهز صواريخ ديال القتال الجوي، وتحديدا كتهز كل الذخيرة اللي كتقدر تهزهم تقريبا مقاتلات F16. وبالتالي راه المغرب في مواجهة دولة كتخدم درونات انتحارية في حال شهيد الإيراني، فراه غادي نقدروا ديك الساعة نخدموا غير بالكوريا FA50 واللي نخليوها تكلف غير بمهام الدفاع الجوي وإسقاط المسيرات الكبيرة، وبالتالي التكلفة غادي تكون جد منخفضة مقارنة بتحريك F16. زائد ما نساوش ان المغرب ما عندوش اعداد كبيره من الطائرات المقاتله، وبالتالي اختيار طائره مقاتله خفيفه بحال FA50 فراه غادي ينقص الضغط اللي غادي يكون على مقاتلات F16 ديال سلاح الجو. الخلاصه الخوت هي هذه، والعرض الايطالي راه غالبا غادي يكون كعرض لمغري حيت جا كرد فعل ومحاوله الفوز بصفقات عسكريه لساريه المفعول، لكن الاكيد ان المغرب كياخذ بعين الاعتبار حتى المواقف السياسيه، وبالتالي إذا ما كانش موقف سياسي واضح من إيطاليا مع عرض مغري في عملية نقل التكنولوجيا أو على الأقل افتتاح مصانع في المغرب لإنتاج إما الأسلحة أو مجالات أخرى صناعية، فراه ما عمر المغرب ما غادي يعطيهم صفقات عسكرية بهذا المستوى. حتى هنا غادي يكون الفيديو سالا، نتلاقاو في الفيديو القادم، مع السلامة.